تخيل معايا كده انك تصحى من النوم الصبح تلاقي المبنى اللي جنب بيتك اتمشى لوحده وراح وقف في مكان تاني. ده بالظبط اللي حصل 2020 في مدرسة ابتدائي موجودة في مدينة شنغهاي في الصين. مبنى ارتفاعه 5 أدوار وكانوا مضطرين انهم يهدوه علشان يبنوا مكانه مول تجاري، بس علشان المبنى تاريخي وموجود من سنة 1935 وليه قيمة كبيرة، فقرروا انهم بدل ما يهدوه ينقلوه من مكانه علشان يحافظوا عليه. وموضوع نقل المباني ده مش أول مرة، لأ اتعمل كتير قبل كده وبالذات في الصين، بس الجديد المرة دي طريقة النقل نفسها، لأنه ركبوا مكابس هيدروليك تحت القواعد بتاعته. المكابس دي كانت بتقوم بدور الرجول علشان يتحرك خطوة خطوة كأنه فعلا بيمشي. وبالطريقة دي المهندسين قدروا في 18 يوم بس إنهم ينقلوا المبنى بالكامل اللي هو وزنه بيوصل 7500 طن، مسافة 60 متر كاملة.